ترك المحرمات. احنا كلنا زي ما قلت لك هنصلي وهنصوم، ومعظمنا هيصلي التراويح، وهنخرج صدقة رمضان او زكاة رمضان، وهنعمل كل ده، لكن مش كلنا بيتركوا المحرم. ودي مهمة خالص، اللي هو ايه؟ انا صايم بس مش قادر ابطل حاجة محرمة بعملها. نصيحة للشباب، اي شيء محرم بتعمله التليفون ده مودينا في داهية، والراجل الكبير والست في بيتها التلفزيون ودانا في داهية. يعني الشاب معظم وقته على التليفون. هو التليفون بيجيب ايه؟ ده الغرب دلوقتي خلى التفاهات في كل. انا هقول لك عن نفسي، انا اما بنيجي بس نعمل فيديو كده على ما بنعمله عشان ننزله، مش عايز اقول لك الاعلانات اللي بينزلوها عشان خاطر افساد الناس. فانت في طاعه وفي نفس الوقت عينك بتروح جايبه معصيه قدام منك، جايلك المعصيه لغايه عندك. طيب انت بتحاول تعمل طاعه، ما بالك بقى اللي هو اصلا يعني مش دي عادته ولا كده. يبقى المحرمات اللي بتعملها تحاول تبطلها. نصيحه للمدخن، اعزم من عزم اكيد لربنا سبحانه وتعالى، وانا قلتها وبقولها تاني، من صدق النية مع الله، لو صادق النية ربنا هيعينك. لو كنت على يقين. انت تعرف واحد من السلف على ما اذكر بيقول لك، لو ايقن المسلم انه يقتلع جبلا، يشيل جبل، لاقتلعه. بص بقى الناس دول وصلوا بايمان لدرجه ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك انت بتشيل 50 كيلو وجبت لك 100 كيلو، يا عم انت مجنون، هشيلها ازاي؟ انا بشيل ال 50 كيلو بالعافيه. ده بيقول لك لو المسلم ايقن بيقين وعزيمه حقا من الله ان يقدر يشيل الجبل هيشيله. لكن صدق مع الله سبحانه وتعالى. والمراه اللي في بيتها، يعني نسال الله كده ان كل واحد يبلغ اللي يقدر عليه، واللي سامعين برضه في البيت، المراه اللي في بيتها دي اللي هي بتظبط حالها دلوقتي على مسلسلات رمضان، وبيشوفوا هيخلص امتى المسلسل وهيبدا امتى والكلام ده، صايمه طول النهار تعبانه ومتعبه جدا وعماله تطبخ وواخده اجر عظيم، وتيجي تضيعه بسبب مسلسل بتسمعه. في برامج كتيره كويسه جدا، في برامج دينيه كويسه جدا تحفزك وانك تعينك على طاعه الله. لكن انت اللي انت بتعمليه طول النهار ده، او اللي انت بتيجي تسمعه ليلا وفاكر ان انت عملك ما بيضيعش، لا بيضيع. ما هو زي ما ربنا قال النبي قال اتبع الحسنة السيئة تمحوها، كذلك برضو السيئة هتيجي تمحو الحسنة. فانت حاول ان تترك المحرمات التي تعملها حتى ولو في رمضان، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكافئك.